السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. سوف أتحدث في هذه التفاسير بصيغة المذكر، ونفس التفسير للإناث، ولا يوجد تخصيص للمتزوجين وغير المتزوجين. رأيت في حلمك أسد أصفر اللون، هو أن اللون لا يهم في التفسير. ورأيت أنك تتحكم فيه، تفسر على أنك قوي الشخصية ومهاب. ورأيت في حلمك أنك تهرب من نمر وأسد، تفسر على خوف ستكون فيه بسبب مشاكل ما أو بسبب أشخاص سيئين. ورأيت في حلمك أسد يهجم على نمر، تفسر على أنك ستشهد خصومات ومشاكل ما. ورأيت في حلمك أسد مع لبؤات كثيرة، تفسر على أنك ستمر بمرحلة سيئة بسبب مشاكل أو بسبب أشخاص سيئين سيسببون مشاكل ما. هنا نصل نهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.